نفس الاتهامات اللي كانت قبل الثوره برضه باستمرار، يعني نفس هي ما اتغيرتش. كان ردك عليها ايه؟ طبعا لا، يعني ايه تجمهر 5 افراد بدون تصريح؟ يعني احنا بعد ثوره، ان القانون بتاع الاحتلال الانجليزي لسه بيطبق كمان بعد الثوره، ده امر غريب يعني. ونفس الاتهامات بقى اللي هو اصلا في مشكله عندنا في قانون الحبس الاحتياطي، ان هو اي ضابط من حقه ان هو يكتب اي تهم في المحضر يتم حبس اي نشاط سياسي. يا عم انت يا عم، ويقعد في السجن ويفقد وظيفته واهله يتقدروا ويتعبوا من اجل اي شيء، يعني باي تهم السلطه او الحاكم او الداخليه او الوزراء او الداخليه. شايفها صح عشان يقدر. استنى بالنسبه لنا كمتابعين احنا مكملين، والاهم بالنسبه لنا استنى كوبايه كلمه كده. احنا وغيرنا، يعني كل القوى السياسيه وكل القوى الثوريه. باشا ممكن ايدك شويه بس. ايوه يا باشا. لا انت كمل اللي جاي في العدد. الشارع بس كده عشان خاطر الوضع لو استمر بنفس المنظر دوت هيبقى اصلا صعب كتير. طب هل القضيه دي ممكن تستخدم ضدك بعد كده في ان هو كل شويه ممكن يخلص؟ احنا واقف عند ذلك يلا كمان بس. قلت لك يا بوب ما حدش عارف يعمل معانا حاجه يا بوب. يلا بس الطريق كده. يلا افتح تعالى كده. حبسوا شباب الثوره الطاهر، حبسوا شباب الثوره الطاهر. الحريه لاحمد ماهر، الحريه لاحمد ماهر، التحيه لاحمد ماهر. ماهر 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 يلا يا صلاح. اتفضل اتفضل اسمك. احمد ماهر من سجن العقرب كان في وقفه منظمينها للتضامن مع المعتقلين عموما واحمد ماهر خصوصا. بعد خروج احمد ماهر من مديريه الامن مباشره جيب نفسه عشان يقود الوقفه النهارده للمطالبه بالافراج عن كل المعتقلين والتوقف عن مطارده النشطاء واستهدافهم امنيا. الخطوات الجايه ان شاء الله بالنسبه لنا احنا هنستمر في شغلنا ضد سياسات الحكومه الفاشله والنظام الحاكم، وهنفضل مستهدفين وزارة الداخلية حتى يتم إعادة هيكلتها وتنقيتها والعمل على تغيير العقيدة الأمنية لحماية الأمن الوطني المواطنين. ولسه بنطالب ما زلنا بتغيير نائب العام بنائب عام يتم تعيينه من مجلس الأعلى للقضاء. الافراج عن كافه المعتقلين كان على راسهم احمد ماهر في ترتيبات الوقفه 5، ولكن النهارده الحمد لله تم الافراج عن ماهر وهو احد المشاركين في هذه الوقفه من اجل اعلان تضامننا الكامل مع كافه المعتقلين، ومنهم عمر عماد عضو حركه شباب 6 ابريل والمعتقل في حكم جائر 5 سنوات. بقول لماهر واحنا مكملين كلمة الحق في وجه سلطان جائر. الأمر مش جديد عليكم، متأكدين إن هو مش هيستغني عن الاستمرار في الضغط من أجل الوقوف ضد سيناريو تمكين جماعة الإخوان المسلمين من محاصيل الدولة المصرية. نضال مستمر مكملين، حركة 6 ابريل لا زالت مستمرة في الضغط والدعوة للمشاركة في ثورات 17 مايو القادم من أجل المطالبة بتصحيح الأوضاع الاقتصادية وإقالة حكومة هشام أنديل التي أثبتت على كافة المستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا، واللي لحد دلوقتي مش عارفين إيه السبب في تمسك النظام بها، ولكن أعتقد إنه السبب أصبح واضح، هو محاولة التستر خلف هذه الحكومة من أجل إكمال
مسلسل التمكين، مستمرين في الضغط من اجل عزل هذا النائب العام المسيس اللي باين جدا مدى مشاركته في محاوله تشويه حركه فلسطين من انه يؤمر بالقبض على احمد ماهر امس، النهارده يخرجوا يستغل ده جماعه الاخوان المسلمين في محاوله اظهار احمد ماهر على انه احد الموالين للنظام، ولكن سنثبت بتحركاتنا في الشارع مدى كذب هذه